وصلنا سلطنة عمان. يا إلهي، أشهر وأكبر مسجد موجود في سلطنة عمان كلها، وإحنا بنقوم في الشلال ده فعلا خطير. هاخدكم لفة كاملة بقى حوالين مسقط، نتفرج على الحاجات اللي ممكن نعملها هنا. هنجرب دلوقتي الأكل العماني، نزور أشهر الأماكن بعد طريق بتاع 2.5 ساعة تهنا شوية. دي أكبر سجادة موجودة في العالم، ممكن تعملوا إيه الصبح وبالليل وكل حاجة. لا كبيرة، لا ده عملاقة. في اغلى الى 100 150 ريال بجد. ليكم معانا في الفيديو ده هيكون خطير، وهنعمل حاجات كتيره قوي، يلا بينا نبدا. ولو بتتفرجوا عليا لاول مره ومش عارفين انا مين، انا عبد الرحمن علي، وانا بعمل فيديوهات عن السفر من كل حته في العالم. فلو مهتمين بمحتوى اللي علاقه بالسفر ما تنسوش تشتركوا في القناه، ادونا 1 لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. احنا دلوقتي جوه اشهر واكبر مسجد موجود في سلطنة عمان كلها، موجود تحديدا في العاصمة مسقط، هو مسجد السلطان قابوس. المسجد بجد يا جماعة تحفة معمارية، من الزخارف اللي موجودة على الحيطة لشكل المسجد نفسه بقى والقبة بتاعته. الصراحة المنظر بتاعه ما شاء الله جميل جدا، وان هو اصلا في اكبر سجاده موجوده في العالم، سجاده موجوده على قطعه واحده، يعني معموله على قطعه واحده، وعشان كده هي اكبر سجاده موجوده في العالم. صراحه قلنا انسب حاجه ممكن نعملها في بدايه يومنا هو ان احنا نيجي نزور المسجد ده لجماله اللي احنا سمعنا عنه واللي طبعا شايفينه قدامنا، وقلنا كمان نبدا يومنا نخش نصلي الظهر هنا في المسجد، وكمان افرجكم على منظر وشكل، لا استنوا الشمس جامده قوي، افرجكم على منظر وشكل المسجد كمان من جوه، شكله عامل ازاي والمنظر بتاعه عامل ازاي. مسجد من جوه يا جماعه بجد ما شاء الله. بصوا السقف نفسه حتى عامل ازاي. اللي قدامكم دي بقى دي اكبر سجاده موجوده في العالم، معموله حته واحده حرفيا، بجد ما شاء الله. مسجد تحفه، مبسوط جدا والله ان انا هصلي في المسجد ده. راحة نفسية بجد لا توصف، مكان واسع جدا، حاجة جميلة أوي الصراحة. يعني فعلا مبسوط إن أنا صليت في المسجد ده الحمد لله. وأتمنى إن كل حد بيتفرج يجي إن شاء الله هنا ويصلي ويحس بالراحة النفسية اللي فعلا موجودة في المكان ده. خلينا بقى ننطلق دلوقتي على مكان جديد. الجماعة اللي ورايا دي مش قلعة ولا هي حصن ولا أي حاجة، ده واحد من أشهر المطاعم اللي موجودة في عمان كلها. يلا بينا نخش نجربه. هنجرب دلوقتي الاكل العماني، ماشي؟ عندنا بقى ايه كميه اوبشنز خطيره كتير جدا. بصوا يا جماعه كل طبق فيه بتاع 6 اصناف تقريبا، وهنا برضو نفس الكلام 6 اصناف. رعد ابتدى على طول طبعا. كل حاجه هنجربها بقى هنقول على اسمها قبل ما نجربها كده، عشان تبقوا عارفين اسامي الحاجه واشكالها وطعمها عامل ازاي. دي الكتليس عباره عن ايه؟ عباره عن بطاطس من جوه وواخده بقى ايه قليه كده من بره، يعني تقريبا، يعني ده اللي انا شايفه. فاحنا هندوق دلوقتي بقى ونشوف بقى اللي انا شايفه ده حقيقي ولا لا. بصوا المنظر بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ ما بتحبش تصور الاكل؟ حلو قوي، تحفه. خبز رخال، يعني خبز رخال عماني، ماشي، جواه جبنه وشيبسي عمان. بسم الله. احنا عندي تصور رفع وده ممكن كل الاشياء المرتبه احنا كل الاشياء خطيره، لا حلوه قوي فعلا، ممتازه. جايبين بقى كوبايه كرك عشان ايه كل شويه كده ناخد واحده. بسم الله. اكل حلو قوي، الكرك تحفه بجد. جبنه بقى بالزعتر،
كان مصانع كثير مسمينها على حسب القبيله مثلا. لا الزعتر دي فظيعه فظيعه بجد، حلوه قوي. ايه يا عم تحفه. العيش والقرمشه بتاعته ده بقى العدس او ايه الدال، زي كده ما كنا بنقول عليه في نيبال والهند دال بات او دال عامه. ماشي، هو ليه نفس الاسم هنا، ما بيقولوش عليه عدس بيقولوا عليه دال. ندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو برضو، جميل جدا. شكشوكه شكلها مختلف عن الشكشوكه بتاعتنا برضو. دي بالنسبه لي احلى الصراحه. بالنسبه لي احلى من الشكشوكه بتاعتنا. نوع بطاطس مختلف تاني اسمه الكاتشوري. احنا كنا فاكرينها ليمونه، بجد كنا فاكرينها ليمونه. دوقها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طعمها ليمون فعلا يا جماعه، فيها ليمون، عامله زي البطاطس البوريه عندنا. بس الطعم اقوى شويه. دي هريس بالفراخ، هريس بالفراخ. دي بقى عماني 100%. شوف نجرب الشكل بتاعها. هات حارس معايا عشان نصرف مع بعض بقى. لا احنا لازم نصور معاك كلنا. من نيتك طعمها غريب شويه، ما دقتش حاجه زي كده قبل كده في حياتي الصراحه. خلاص زودت عليه انت. طعمها غريب قوي بجد، مختلفه عن اي حاجه احنا نعرفها. طعمها مميز جدا. دي بقى شعريه عندنا في مصر اسمها بلاليط بالخليجي وسويه بالعماني. ماشي، فاحنا نقول عليها سويه ماشي، ولا نقول عليها شعريه ولا بلاليط. فيلا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مص بيخلينا دي معسله، حلو قوي. نفس الفكره هذا بس يكون خبز يعني. ده دانجو ماشي، ده اللي هو الحمص بيتقال عليه كده هنا. يبقى شوربه محطوط فيها حمص وعليها شويه بهارات وتوابل بقى وحاجات كده. يلا ندوق. بسم الله. عرفته منين؟ هي ليمون تقريبا وفلفل، ومحطوطه الشوربه نفسها برضو ليمون جامد قوي. يعني اللي خدنا بالنا منه فعلا ان في كذا حاجه هنا فيها ليمون كتير، بس برضو لذيذ. بس اكتر حاجه عجبتني كانت البطاطس واللي هي الشعريه والعيش. لا العيش اللي هو بالجبنه والزعتر كده ده خطير. نقعد بقى نستمتع بالاكل ونكمل اليوم بتاعنا. بعد طريق بتاع 2.5 ساعة تهنا شوية حوارات، ولسه بنتمشى برضو في الطريق. كل ده علشان نوصل مكان اسمه وادي بني خالد. انا العربية ورا شوية هنا كده، نتمشى بقى في التريل ده. وما اعتبرش تريل لان في طريقتين تعمل بيها الموضوع بتاع وادي بني خالد ده. في الاخر بنوصل لايه؟ بنوصل زي شلال كده او بحيرة شكلها لذيذ جدا. في طريقتين، في طريقة ان انتوا تعملوا هايك، والطريقة التانية اللي هي ان انتوا تيجوا بعربية هنا وتركنوها بقى في اقرب بوينت، وبعد كده تمشوا بقى الحته اللي احنا بنتمشاها دي. هنتمشى، هاخدكم معايا في الطريق، وبعد كده هوريكم المنظر بقى بتاع المكان الخطير اللي احنا رايحينه ده في اقل من ثانيه. كمان منظر تحفه. يعني اللاندسكيب من هنا كده شكلها حلو قوي. النخل ورا، جبل قدام، وبعد كده عندنا البحيره اللي موجوده هنا تحت. الصراحه منظرها لذيذ جدا. المفروض بقى ان احنا نفضل ماشيين في التريل ده. اتقال لنا ان في شلال في الاخر، فاحنا منطلقين لحد ما نوصل لهذا الشلال. ولكن ده المنظر بتاع البحيره دي. ناس كتير قوي بتنزل تعوم هنا برضه، فتقدروا تنزلوا تعوموا هنا لو انتوا عايزينه ليكم مزاج يعني. بس احنا مزاجنا نتمشى ونوصل لاخر حاجه عشان نبقى عارفين المكان كله كده فيه ايه. فيلا خليكم معانا في الطريق. كمان اللاندسكيب هنا بجد مختلفة جدا، او المنظر بتاع كل حاجة. يعني المكان ده تحسوه مثلا عامل زي وادي الوشواشي في نويبع. بصوا المية اللي موجودة هنا، الناس ساعات بتنط من فوق وبتاع ومش عارف ايه. فالمنظر بتاعها لذيذ جدا، والطوب الابيض اللي حواليها ده يعني المنظر حلو قوي. الموضوع جزء من هايك، يعني طول ما احنا ماشيين بنهايك احنا كنا هناك خالص بعيد، ودلوقتي قطعنا كل المسافة دي ولسه مكملين لحد ما نوصل للآخر. بكهف وشلال ان شاء الله نوصل لهم في الآخر، بس ادينا ماشيين في الطريق.
المنظر بجد بتاع الوادي اللي احنا بنتمشى فيه ده تحفة يعني بجد. جبال على يميننا، جبال على شمالنا، في مية في النص هنا تحت، وبعدين بقى بنتمشى وسط الاتنين دول عشان نوصل للآخر. بس بجد الجو حلو جدا على عكس المتوقع. يعني احنا في شهر 8 ما توقعتش ان الجو يبقى كويس كده. يعني الجو بالنسبه لي احسن من مصر الصراحه. مصر حر جدا في الوقت ده، او في الوقت اللي يعني احنا جايين من هناك، فالجو كان حر جدا. هنا بقى في نسمه هوا كده، في تراب. بس بصوا يا جدعان في الاخر بقى في ناس كده تقريبا هو ده المكان. يلا بينا. وهو يا جماعه ده اللي مدخل ميه لكل المكان اللي احنا كنا فيه ده، الشلال الصغير او الميه اللي مندفعه جامد جدا من الارض هناك. نروح بقى نقرب شويه ناخد نظره عن اقرب. فهيا بينا. الموضوع بعد جدا عن الشلال بقى، وعن الشلال اللي احنا عدينا عليه بقى، والبحيرة، المكان اللي الناس بتنزل تعوم فيه. احنا خدنا سكة تانية وعمالين بقى بنتمشى وسط ولا حاجة كده، مفيش اي حد معانا. والمفروض ان في كهف قدام سألنا عليه، يعني من كيلو لحاجة زي كده، يعني ده البعد بتاعه. والمفروض بقى ان احنا نتمشى عشان نوصل له. بيقولوا يعني كهف يعني يستاهل ان هو نروح نبص عليه. طالما جينا فانتوا عارفين بحب اعمل كل حاجه. نط بقى الحته دي عشان ميه جاريه، بس انا خايف اقع في الميه. ننشن على احسن مكان بقى ممكن ننط منه. ادي الصخره دي، تاكد بس ان هي ثابته عشان نعرف ناخد عليها خطوه. اوبا، بس 100 100. هنتمشى بقى وسط الجبال كده، وسط ولا حاجه. الحمد لله الشمس مش قويه يعني، واحنا جايين في وقت يعتبر يعني قرب وقت الغروب، فحتى مش وقت ذكي خالص ان احنا يعني لو جينا هنا وتهنا. والطريق كمان صعب جدا يا جماعه للوصول هنا. ما ينفعش تيجوا باي مواصله، هو لازم عربيه، يا اما بقى هيبقى معاكم تاكسي بس هتدفعوا له ملايين علشان التكوسه في عمان غاليه جدا. والمكان ده يعتبر سفر بعيد عن مسقط، فاحنا 2.5 ساعة من مسقط عشان نوصل الوادي بتاع بني خالد. حوالي 230 كيلو تقريبا من مسقط العاصمه. فاحنا معانا عربيه، وبالعربيه دي بقى خدنا الطريق كله كاننا مسافرين من القاهره لاسكندريه، بس مفيش مواصلات خالص. ما ينفعش تعتمدوا على حاجه زي كده. بس يلا بينا نكمل استكشاف. لقينا سلم عشوائي في نص الجبل مش عارف بقى وصلنا لفين. فقررنا حد ينزل تحت. مع السلامة يا حاتم، سلام. وحد هيطلع فوق. والله ما عنديش فكرة احنا ليه بنعمل كده. انا مقلق والله مقلق. ده ايه التعويذ اللي مكتوبة على الحيطة دي؟ وصلنا كهف لا بس هو مش منور خالص، هو كهف في قلب الجبل كده، بس هنا كده مفيش خلاص، ده سد. هو ده الكهف. هنرجع دلوقتي بقى للشلال، ننزل نبلبط شويه بقى. هو يا جماعه متعلم بالسلم ده ماشي، فلو انتوا يعني قررتوا ان انتوا عايزين تيجوا تبصوا بقى على الحته دي وكده، تعلمها بالسلم ده. تفضلوا تتمشوا لحد ما توصلوا لهذا السلم. بعد كده تطلعوا فوق هتلاقوا مدخل الكهف. نصيحتي ما تخشوش، مش مستاهله خالص، الدنيا ضلمه جدا، كهف ضيق. فانزلوا عوموا في الشلال اللي بره، في البحيره اللي موجوده هنا، استمتعوا بالجو، كل الكلام ده. بعد ما بتعملوا الهايك بقى والحاجات دي تبقوا عرقانين تعبانين شويه، فالميه دي بتطري عليكم كده. فهنروح دلوقتي نعوم شويه في الميه، ويبقى كده استكشفنا مع بعض وادي بني خالد.
ده بقى يا جماعه الشلال اللي قاعدين بنبص عليه بقى لنا حبه. ده منظر الشلال بتاع وادي بني خالد. فهننزل دلوقتي وهنرجع المايك كده اهو يا باشا. ايوه خد واحدة كمان واحدة كمان. يا إلهي انتوا بجد مش متخيلين يا جماعه، بس الشلال الصغير ده فعلا كان ممتع جدا. اظن شفتوا قد ايه كنا مبسوطين واحنا بنعوم في الشلال ده، فعلا خطير. يمكن المشوار صعب شويه وساعات المكان بيبقى زحمه وكل الكلام ده، ولكن يعني لو حظكم حلو والمكان رايق والدنيا فاضيه بجد هتستمتعوا جدا بالميه، خصوصا الحته اللي فيها اندفاع الشلال الخطير ده. يلا بينا نروح نستكشف حته تانية. وصلنا لمطرح، ودي مكان كده موجود على الكورنيش. يعني ده مثلا كورنيش مطرح. بصوا يا جماعه بقى منظر الغروب بجد خطير. كورنيش مطرح بقى، وبيبقى عندك هنا ايه البازار المشهور جدا، واحد من اقدم البازارات اللي موجوده في العالم. وبعد كده عندنا بقى القلعه بتاعه مطرح او الحصن بتاع مطرح، وده موجود فوق برضه هنعدي عليه ان شاء الله. الثلاثه دول موجودين قريبين جدا من بعض في نفس المكان، فتقدروا تيجوا هنا تعدوا على واحد والتاني والتالت. كورنيش نسبان خلاص انتوا اللي هو ايه طالعين تتفرجوا عليه، في كروزز كبيره هنا ومراكب وبتاع، فالمنظر خطير. نخش بقى ناخد لفه ونكسبيرينس البازار برضو مع بعض. هنقابل واحد صاحبنا دلوقتي من عمان ونشوف بقى الدنيا هنا تبقى عامله ازاي. دلوقتي يا جماعه بنتمشى سوق مطرح هناك اهو، مشهور جدا اللي احنا هنروح نلف فيه دلوقتي. عربيات بقى ماشيه رايح جاي على الكورنيش بتاع مطرح. والصراحه الجو وقت الغروب فعلا حلو جدا. هنخش بقى السوق نحاول نجيب الطواقي العماني دي وبتاع، الحاجات اللي انا عايز اجيبها قوي في عمان. فخلينا نشوف كده الدنيا هيحصل فيها ايه. جبنا شربت. حاتي تعالى كده نجرب الشربت. يلا نجرب الشربت. ده بيبقى لبن وميه ورد. يلا بسم الله. هو لبن يعني لبن بالفراوله صح؟ هو غني قوي. هو عامل زي جوهينا لبن بالفراوله كده، بس لذيذ. الطعم اللبن باين كده فاهم. احنا دخلنا السوق يا جماعه، واول حاجه جبناها هو الشربت ده، وقاعدين بقى بنتمشى. بصوا يا جماعه السوق زحمه جدا. ايه ده؟ شكرا. بكام؟ ايه ده؟ اوكي جود برايس. والله ما لحقتش افاصل، انا حسيت ريال ده سعره كويس. السوق كله بقى سوفونيرز وبتاع وحاجات زي كده. اللي عايز بقى يجيب طواقي، اللي عايز يجيب جلاليب، اللي عايز يجيب تقريبا في ساري تقريبا كمان هنا. شفت حاجات ليها علاقه بالهند شويه. بصوا المنظر. وبقى الاواني بقى والحاجات دي كلها موجوده هنا. قاعدين بندور على الطاقيه دي، فالناس كتيره بقى عندها يعني كل حته. بصوا المحلات يمين شمال فوق تحت، موجود في كل حته بجد محلات. فاحنا قاعدين بقى بنلف وندور كده وبنستكشف السوق. بس انا عندهم حاجات غريبه قوي. بص مش عارف ايه علاقه الكلام ده بالسوق اللي احنا فيه ده. خلينا بقى في تمعمعنا في السوق ومشينا بعيد كده، علشان يعني كل ما دخلت جوه اكتر كل لما الاسعار قلت. ليه؟ لان على طول بيبقى الحاجات السياحيه قوي هي اللي على القشور. فلو انت بقى في الاسواق دي زي في اندونيسيا زي في تايلاند زي في اي حته تانية، تخش جوه تتمعمع بتلاقي على طول الحاجات الارخص. فقاعدين بقى بندور في السوق ده على الطواقي العماني. اسمها ايه؟ كمة. على كمة صح؟ كمة عمانية. بندور على كمة عمانية صح؟ هتجيب كمة لونها ايه؟ انا هجيبها اخضر علشان انا معايا اوف، انا عايز اجيبها ازرقات كده في الازرقات. يا رب نلاقي واحدة حلوة بقى، نلاقي كمة حلوة. لا ده عملاقة. دماغي صغيرة. يلا ده برابر. ده ايه؟ اشوف
حلو ولا وحش يعني؟ ولا شو القياس؟ المقاس يقول لك طيب. اوكي ايوه قياس اوكي. طيب ولا ايه؟ زين طيب عليك جدا. زين يعني طويله قوي عليا كده. ما طويل هذا كسر لا في تكثيفه. اوكي. يختلف. زين شو اسمه؟ نحن نعرف شفته؟ بعض يا نهار ابيض. لا ايه ده؟ هذه يسموها تكثيفه. انا عامل زي جحا. لا لا جيب لي بعد لا جيب. هي دي تكثيفه؟ انا مو في كده بطريقة كيف حالك انت؟ نحن نعرف بعضنا بعض بطريقة التكسير. والله. نعرف هذا من المنطقة الفلانية مثل إذا بجد الداخلية والله. ومصر. يا سلام. شفتوا؟ ودبا هذا زي عماني هذا السيدة؟ لا هذا محمد هذا ما متأكد. اوكي إيه؟ ضبطت. تقريبا ايوه احسن. دي كويسه؟ ايوه حلو. اي لون انت حاب؟ روشه والله. الاسود دي حلوه، في ازرق. شوف تعال انا نشوف بقى. دي حلوه ولا لا ده ما حلو. لا؟ انت قصدك في عمان في يعني؟ عماني هذا تصميم قديم يعني. فعلا. اوكي هذه حلوه. ماشي. زين. دي هذه ولا دي؟ حلوة. بجد؟ سودا نعم ايوه. السودا تليق على كله صح؟ أيوة. حتى هذه سودا بس هذه خفيفه واجد. ما تبقى. خلاص خلينا في الاسود. اسود. خلينا دي حلو. تعال انت تاخذوا بقى. انتوا؟ هذا كله طيب. حلوه؟ حلو. حلو. تاخذوا انتوا؟ انا مش عارف ادفع حاجه والله. يعني احنا من ساعه ما الصبح لحد دلوقتي ما مش عارف ادفع حاجه. في ايه بقى يا صاحبي؟ في ايه والله؟ عيب تجي ايه؟ على هذا الاشياء. والله مش عارفين ندفع حاجه. كل شويه هدفع. ما عرفناش نفاصل حتى. يعني ما عرفناش نفاصل. يعني بجد يا جماعه، يعني احنا كل حته في عمان بجد كل الناس كانت بتعزمنا على حاجات. يعني مش ممكن الكرم بجد. يعني العمانيين والله العظيم مش ممكن الكرم بجد. دخلنا محل تاني نشوف كمه. نشوف كمه الحيتم. جبت الكمه بتاعتي خلاص، او انا جبتهاش صراحه. محمد اللي عزمني عليها. الانستجرام بتاعه اهو يا جماعه. اللي هيجي عمان عنده كبه. اعطيكم كمين مجاني. ايوه اهو والراجل متبرع. عشان مع اختلاف بقى الاسعار. يعني اللي فوق ده مثلا ب8.5، اللي تحتيه ب5.5. وبعد كده في ايه تاني؟ اللي يختلف بالاسعار اه هي على حسب خياطه. في خياطه عمانيه يكون يعني يسوونها في البيت. ايوه. وفي خياطه ماكينه، في خياطه بنغاليه، في خياطه كده على حسب يعني. كان في فعلا مكتوب كمبيوتر ميد فعلا فوق. فده معناه ان هي مميكنه، يعني معموله على مكنه او حاجه. الخياطه طبعا هتبقى اغلى بكتير. كان محمد بيقول لنا بتوصل ل50 صح؟ في اغلى الى 100 و150 ريال بجد الواحده. ايوه. في كميم يعني ياخذوا اشهر عشان يسوونها. اشهر باليد كلها. شهر او اشهر عشان تعمل الكمين. حاتم بيجرب. كشخه بس احس يمكن حاتم بيجرب. شوف وريني. وين المرايه؟ في في بطانيه. اجابه؟ وريني يا حاتم. بطانيه انت متضايق ليه؟ لا والله جميله لكن شكلها واجد حلو صراحه. لذيذه. قولوا لي رايكم طيب، حلوه ولا؟ حلوه يا عم. انا بقول لهم هم. خلينا نشوف روائح. لقيت ريحه تعجبك؟ السلام عليكم. انا مش قادر استحمل ريحه الروائح الكتير الصراحه، فهطلع بره. سوق خطير يا جماعه، وبجد بجد بجد كرم العمانيين مش طبيعي بجد. يعني احنا فعلا ما دفعناش حاجه تقريبا في اي حته نروحها. موضوع غريب فعلا، موضوع غريب يعني. وصلنا قلعة مطرح. هايك طالعين اهو. بس الحلو في يعني انا عامه كل القلاع اللي زرتها، كل الحصون اللي زرتها او الحصنه يعني كانت الصبح. عمري ما زرت حاجه بالليل، وعلى طول كنت اتخيل شكل الحاجات دي بالليل هيبقى عامل ازاي، او الانوار او كل الكلام ده. فالحلو هنا ان هي بجد فاتحه بالليل. فطالعين اهو بنهيك السلالم دي منوره بالنور الصغير اللي على الجناب ده، وطالعين بقى نستكشف القلعه دي ونبص عليها من فوق. كمان بيقولوا ان في كافيه مفتوح فوق، فهيبقى شايف المدينه كلها. بصوا يعني اصلا اوريدي الفيو ابتدى يبقى حلو جدا. يعني ممكن بقى العين احلى من الكاميرا الصراحه.
ولكن الهايك فرهدة شوية، مش هضحك عليكم، بس خلينا نطلع كده ونشوف الدنيا عاملة ازاي. أول بوينت نطلع لها بنشوف منها الفيو ده. بصوا يا جماعة، الكروز اللي كانت موجودة الصبح الفيو بتاعها بقى موجود هنا على البحر. شايفين الشوارع من هنا، الناس رايحة جاية، فيو خطير. وادي واحد من المدافع اللي كانت موجودة هنا للدفاع ضد البرتغال. يلا نخش هنا بقى. ادي مدفع تاني هناك، معرفش شايفينه ولا لا، بس المفروض تبقوا شايفينه يعني. وايه ماشيين اهو على السور بتاع القلعة من فوق. وادي المنظر يا جماعة، مسقط عمان، منظر خطير الصراحة. هنطلع فوق اكتر عشان نشوف الفيو. احنا كده على الكورنيش بتاع مطرح، وطبعا بنصور في القلعة بقى نفسها بتاعت مطرح. اعلى بوينت في القلعه كلها، المنظر بجد منها خطير يا جماعه. بصوا المنظر قدامنا عامل ازاي، بصوا المنظر بجد. ايه ده، ايه الجمال ده. القلعه دي كانت بتستخدم بقى للحمايه، يعني زي اللي انتم شايفين ورايا في سلاح هنا، ده كان بيستخدم لردع الهجمات بتاعه البرتغال. من هنا بقى في ابراج مراقبه كتيره جدا او اماكن قلاع مختلفه على الساحل ده علشان تحمي المنطقه نفسها او تحمي حتى المكان اللي معرض للهجمات عن طريق البحر. هننزل دلوقتي نكمل اليوم بتاعنا، بس الصراحة القلعة لازم يا جماعة تزوروها، خصوصا في الوقت بتاع بالليل، المنظر مختلف خالص. هو القلعة مش مكان بس ان انت تطلع فوق ومش عارف ايه، لا، في كافيه فاتح جوه القلعة اللي احنا فيه دلوقتي ده، في بتاع الراجل الجميل اللي موجود هناك ده، تقريبا من جنوب كوريا، South Korea, right? لا لا he's joking. You were joking. Are you from the Philippines? Right, yeah, okay. كان بيهزر. طلبنا ايس تي مانجا باشن فروت، كل حاجه محطوطه في الستروبري، محطوط فيه كل حاجه، بس طعمه تحفه الصراحه. يعني اول تفصل من الحر كده تخش تقعد عند الراجل الفلبيني في التكييف، تظبط الدنيا وتخلص يومك كده هنا في الروقان خالص. مسقط وجمال اهل عمان بجد فاجئوني، ما كنتش متوقع ان مدينه مسقط هتكون بالجمال ده. طبيعتها مختلفه خالص عن عواصم كتيره جدا رحتها في حياتي. لو بتخططوا كمان تروحوا صلاله في سلطنه عمان، الفيديو اللي قدامكم فيه اهم 15 حاجه تعملوها هناك، اوعوا تفوتوا ان انتوا تتفرجوا عليه.